كيفكن؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. حبايبي قبل ما ابلش بهذا الفيديو بدي اسالكم سؤال. من كم يوم عملت فيديو رعب وكتير حبيته، فرح احط لكم هون تصويت. بتحبوا نعمل سلسله كلياتها رعب او نعمل فيديو واحد بالاسبوع ويكون يوم الجمعه؟ فانتوا كتبوا لي هذا الشيء، ساعدوني بالاختيار. صوتوا فوق وكمان تكتبوا لي رايكم تحت بالكومنتات. وكل حدا عم بيشوف هذا الفيديو يحط لايك قبل ما ابلش بالفيديو لحتى يوصل لل 35,000 لايك باول يوم. فيديو اليوم عن اغرب تحديات اليابانيين، فتحمسوا كتير. حطوا لايك على هذا الفيديو، اشتركوا بالقناه وفعلوا جرس الاشعارات اذا حبيتوا المحتوى واذا حابين تكونوا من الناس الاوائل يلي بتحضر فيديوهاتي. وهلا بسم الله يا جماعه، احمدوا الله. الفيديو الاول هذا التحدي بيحكوا لكم فيه انه لازم الواحد يعض شيء، اما بيطلع جماد اما بيطلع نوع معين هن اليابان صانعينه. فخلونا نشوفه ونشوف شو اللي رح يعضوه. كتير شغلات غريبه وبتضحك كتير، يعني مثل هذا عم بيعض بوط يعني. اوكي نشوف شو حظه. هذا اول شخص يعني بيعض. حظه كانت عن جد صرماية. اوكي ما طلع، هي النوع الثاني. هاد اوكي كمان لوحة، كمان هذا خسر. لانه في ناس اللي بيطلع للنوع اللي يمكن شوكولا بظن او هيك شيء بتربح، والنوع اللي بيطلع له جماد لا بتخسر. بس هي الانسانة انا ما عرفت شو اكلت، لانه هي عضت على ازاز وقعدت هيك تمزمز فيها يعني، ومبسوطة بالازاز. شوف حتى نظرتها كتير بتضحك. خلونا نشوف الشخص الثاني كمان بقلب هذا التحدي تبع الطاولة. هذا عمود الطاولة. اوكي طلعت شوكولا هي. حظه حلو. تخيلوا انه هو عم ياكل خشب مثل الكلب روي. اوكي هذا مسكت الباب شوكولا. هي يعني اكيد باينة انه هي ورقة، يعني لا هي شوكولا ولا جام. اوكي هاد من نظرته حسيته خسر. اوكي هي نبات، بتوقع هي نبتة عادية يعني ما لها شوكولا. نبتة وهو عضة يعني. اوكي بوت. ليك قد ايه خايف. شوكولا حظه حلو. خلونا نشوف التحدي الثاني كمان اللي هو كتير غريب، انه بحطوا على راسهم جرابة مثل كأنه مثل حرامية يعني. ما بعرف وين شايفين نحن هذا الشيء. بتذكر نحن بافلام مصرية بيحطوا جرابة وانه بيفوتوا على اساس حرامي. شوفوا هذا التحدي انه هو بيلبس الجرابة وكل واحد بيروح من جهة. والله يمكن كنت عاملة انا واخي ونحن صغار. اوكي مين عاملها؟ كتبوا تحت بالكومنتات لانه بصير المنظر كتير مضحك. اوكي يعني المفترض انه هو يشق الجراب بهذا الشكل. ما بعرف، شكله كتير بضحك. اللي بيوصل للجرس قبل هو بيربح. الرقبة يا جماعة ما انخلعت. هذا مصمم. اوكي ربح. خلونا نشوف التحدي الثاني. هذا بيغمض عيونه وبيسمع صوت الكرسي من وراه ولازم يركض ويقعد عليه دغري. فخلونا نشوفه. هلا هو مركز يعني، عاطي كل تركيزه على اللي عم يمشي وراه. هي اللعبة حلوة بحسها انا، انه هيك سرعة بديهة وهيك شغلات ممتعة. ما زبطت معه. لم تزبطوا معنا. اوكي تحدياتهم كتير حلوة لحد هلا يعني، بتحسوها هيك فيها متعة وشي غريب، نوع جديد يعني من التحديات. خلونا نشوف التحدي اللي بعده واللي هو صدمة كتير وكارثي، يعني صدمة بكل معنى الكلمة. ليش؟ لانه بنات اللي عم يعملوا هذا التحدي، وانا ما بتخيل يعني ولا انه اطلع على حدا عم يعمل هذا التحدي. بس هلا رح نشوفه مع بعض انا وانتو. ما بتتخيلوا شو في تحت هذا الجار. صراصر يا جماعة، صراصير صراصر عفاريت. منظر مقزز جدا يعني. لا مقرف. بس مو هو الفكرة. الفكرة انه اثنيناتهم بدهم ينفخوا. اللي بيفوت الصرصور اول للتم هو اللي بيخسر. بيربح. ما بعرف بيربح ولا بيخسر. لا اوكي هي اللعبة كتير بشعة. لا 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 لا. نزل على بطنه دغري على فكرة. اوكي كان في سرعة كتير بالنفخ. مقزز. لا المفترض انه لا المفترض هي تاكله. على القرف. اوكي كتير مقرف.
يا جماعه اكتبوا لي انتم تحت بالكومنتات اذا حدا عرض عليكم مصاري، مو انه بتربحوا وبتخسروا وبتقدروا انه بتنفذوا هذا التحدي، بتعملوا هذا التحدي. انا مستحيل 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 ابدا. اكتبوا لي انتم شو الشغلات اللي اذا انعرضت عليكم مستعدين تعملوا هذا التحدي. انا ممكن يعني ما بعمله بصراحه ولا اي شيء ابدا يعني، بس بفكر بالموضوع اذا كان في مثلا رنج، شو كمان يعني هيك شغلات ثقيله كثير انه انا بدي اربحهم، ممكن العب هذا التحدي بس ما باكله السردول بتزقه بس. مستحيل مستحيل. التحدي اللي بعده خلونا نشوفه لهذا الشخص اللي المفترض انه يزتوا فوق اغراض وهو يخسر، يعني هو انه اذا ضل واقف بيربح واذا وقع بيخسر. بس انه لحظه شوي، الراس هذا راس مو حجره يعني، مو حيطه، مو لا، الشغلات اللي عم يزتوها كمان كتير تقيلة. بتتذكروا مرة الفيديو اللي عملته وقت اللي خبط راسه وهيك مدري ايش صله؟ بيشبهه. عن جد بيشبهه، بس هداك تحول لرجل آلي اذا تتذكروا بالفيديو المضحك هيك مدري كيف. هذا لا، لساته طبيعي. التحدي اللي بعده ما رح اشرح لكم عليه لانه ما رح تفهموا لتشوفوا. شايفين هدول الاشخاص اللي على الباتيناج لازم يركضوا بسرعة كتير ويوقعوا الثلاث اشخاص اللي هن واقفين، واول شخص بيلامس الارض بيخسر. اوكي بيضربوا هدول الاسفنجة. يا جماعة هذا التحدي حلو عن جد، حلو كتير يعني، هيك بتوقع بيشبه الالعاب اللي كنا نلعبها ونحن صغار بمدينة ملاهي او شي. اوكي هذا ما خسر يعني، هو لساته اعلى من الارض فما خسر، حلو. التحدي اللي بعده كتير مسلي وكتير مضحك، وكمان بدي تكتبوا لي تحت بالكومنتات مين لعب هذا التحدي وهو صغير، مثلا عبى البيت مي وصابون وقعد هيك يتزحلق برجليه وهيك قصص. كتبوا لي تحت بالكومنتات. هدول الاشخاص قرروا انه يحطوا مي وصابون ويطلعوا على الدرج. كمان هذا التحدي كتير حلو كتير مسلي بتحسوه. اوكي في هذا الشخص وقعه للتاني. لا. ما هي هون الفكرة، انه اللي عم يوقع عم بيوقع الكل اللي وراه. عن جد هذا مو بصير كمان. طيب حرام، شو ذنبه اللي وصلان لأول شي وبسبب التاني وقع؟ بس كتير حلو بتحسوه كتير ممتع مسلي. وفي مي اذا اوكي في مي عم تنزل، يعني في مي وصابون، شايفين كل دقيقتين بينزل صابون وبتنزل مي مشان ما تنشف الارض او تصير عاديه وهيك. عن جد كتير صعب كتير صعب بس حلو. هداك صار يبكي، شو صار له تحول. هذا رح يربح. هذا اخر شي لازم يمسك الورقه، انه بس يمسكها وخلص. تحسوه انجز، عمل انجاز. خلونا نشوف هذا التحدي، وصدقا يا جماعه انا ما شفته ابدا وما رح جامل ابدا، ولا حتى رح اوفر كتير بضحكتي، ولا حتى رح اعمل شيء فيك. رح نشوف الفيديو مع بعض، واذا بضحك رح اضحك، واذا ما بضحك ما رح اضحك. مثل ما هن عم يلعبوا اللعبه النظاميه، انه كل واحد يعمل بوشه اشكال لحتى يضحك الثاني. فخلونا نشوفه، وكتبوا لي كمان اذا بتضحكوا على هذا المقطع او لا من قلبكم. اوكي الحركة بتضحك. ثاني وحدة الاولى ابدا. عم يتحول. عم يتحول، شو عم يصير معه؟ اوكي بضحك. لا لا، بحركة واحدة ضحكوا للثاني. ما بعرف، الختيار ما كتير مهضوم، مع انه هو ضحك على الختيار والختيار ما ضحك على حركات الشب، بس انا ضحكت على حركات الشب اكتر. ما بعرف، حسيتها بتضحك. اوكي حبايبي اكتبوا لي اي مقطع حبيتوه اكتر شي. ولهون خلص الفيديو تبع اليوم، بتمنى تكونوا حبيتوه وتسليتوا وانتم عم تحضروه. ما تنسوا تحطوا لايك على هذا الفيديو، تشتركوا بالقناة، تفعلوا جرس الاشعار. بحبكم من كل قلبي، بشوفكم بكره بفيديو جديد. سلام.